بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، وش راكم؟ وش حوالكم؟ وش صحتكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا مهنيين يا رب العالمين. على بالي طال غيابي. كاين بزاف اللي بعثوا لي سقساو عليا، الله غالب ظروف صحيه، ساعه ساعه راني نطلع عليكم كي تسمح لي الظروف، راني ما نخليكمش باذن الله تعالى. كما شفتوا حبيباتي جبت لكم وصفتين في فيديو واحد، كما تعودتوا عليا وصفتين وثلاث وصفات في فيديو واحد. خبز الدار ولا خبز الكوشه، يجي خفيف ريشه، لا عجن لا دلك لا والو، يوجد ليه ويجي خفيف وبزاف بنين. وجبت لكم وصفه تاع اجنحه الدجاج مع البطاطا في الفور ولا في الفرن، حتى هما وصفة سهلة بزاف. بزاف ناس يشتيو أجنحة الدجاج وانا وحدة منهم، نموت عليهم سورتو كي يكونوا هكا محمرين. الله الله. وراح نعطيكم سر التحميرة. بزاف بعثولي قالوا لي حنا نطيبوهم بصح ما يحمروش معانا، يعني يبقاو هكاك بيض. انا راح نعطيكم السر اللي راح يخليهم محمر الله الله، يقرمشوا ويشهيو. هنا حبيت نقسم معاكم باش تشوفوا حبيباتي، وعذرا على صوتي، يعني على بالنا رانا كامل بلا غريب هاد الايامات. ربي يشفي الجميع ان شاء الله. نمروا للوصفه تاع الخبز. عندي كاس وربع تاع ماء دافي، كاس وربع تاع ماء دافي. نزيد عليهم ملعقه كبيره تاع خميره الخبز ولا خميره الكسره، ومغرف كبيره تاع سكر. وهنا نزيد كاس نتاع سميد، يعني اي سميد متوفر عندك. اذا عندك الرطب احسن واحسن. انا عندي هذا سميد متوسط نورمال، يعني درته من شكاره. قلت لكم كاس نتاع سميد اذا عندك الرطب، واذا ما عندكش ديري متوسط نورمال. اصلا حنا نميكسيو فيه كيما راكي تشوفي. وراح يترحاو الحبات كامل. ميكسيتو شويه وغطيت عليه وخليته يتفاعل واحد 5 ولا 10 دقائق على حساب السخانه تاع الكوزينه تاعك. كي تشوفيه تفاعل هكا ودار هذه الفقاعات، زيدي عليه 3 ملاعق تاع زيت. تحبي ديري زيت زيتون ولا زيت نباتي. ونزيد عليهم بياض تاع بيضة. انا هنا درت البياض اخترع صفار، راح نخليه ندهن به الخبز تاعي من الفوق. زدت الكاس الاول تاع الفارينة ونخلط غير بالفوي ولا خلطي بيدك. هنا نحيت الفوي، زدت الملح. ما تنساوش الملح لا تجيو يعني يجيكم خبز الله الله وهو مسوس. وزدت الكاس الثاني نتاع الفارينة. وهنا لازم تدخل اليد، يعني لازم ندخلو يدنا باش نعرفوا القوام تاع العجينة. شوفوا حبيباتي، هنا نحيت العجين من يدي وغسلت يدي وجيت هكا باش نعرف القوام تاع العجينه قد دات لي 2 كيسان تاع فارينه، يعني لا قل ولا اكثر. وانتم على حساب الفارينه تاعكم والسميد تاعكم كيفاه يشرب. وها هو باين درك تشوفوا معايا القوام تاع العجينه كيفاه يجي، يعني تكون عجينه طريه بصح حاكمه روحها كيما راكم تشوفوا، ماهيش طريه بزاف. من بعد واش نديروا لها 4 ملعقة تاع زبده ولا تاع مارغرين، ونزيدوا عليها 3 ملاعق تاع حليب دافي. دفيو الحليب تاعكم ما تخليوهش بارد. نحاول ندخل هذيك الزبده والحليب في العجينه تاعي، وهيك راح تطلق روحها. تشوفوا نخدموها عادي كيما نخدمو السفنج حتى تطلق روحها العجينه. شوفوا هذا الخبز ساهل، يوجد ليه ولا عجن لا دلك لا تعبي روحك يا مدام لا والو. ويجيك يعني يجي اون ديغي جبتي ساعه وانتي تعجني فيه.
هنا ندير شويه زيت في يدي باش تعاوني وما يلصقليش العجين في يدي ويديرونجيني، ونحاول نلم العجينه تاعي بالطريقه اللي راكم تشوفوا. شوفوا يعني العجينه تاعي ثم راح تولي ليس اون ديغي عندك ساعه ودي تعجني فيها. ديروا الحركه هذه اللي راكم تشوفوا كيما راني ندير، كيما نخدموا السفنج. انا حبيباتي راني هذا وين درت الزيت قبيله، ما درتش الزيت راني دخت. هذا وين درت الزيت في يدي. شوفوا كي ندير الزيت كيفاه تتلم العجينه ثم ويبان القوام تاعها. شوفوا كيفاه تجي ليس وتجي الاستيك. هنا راح نغطي عليها بفيلم اليمونتير ولا غطي بكيس بلاستيكي، وزيدي لها سيرفيات من الفوق وخليها حتى يتضاعف الحجم تاعها على حساب درجة حرارة المطبخ تاعك. اذا كان سخون راح تفعل ليه باسكو العجينه خفيفه كيما راكم تشوفوا ثم راح يتضاعف الحجم تاعها، ما تطول ما والو. هنا حاولت نهبط العجينه تاعي فوق لو بلان دو طرافاي هكا باش تساعدني في الخدمه. اذا ديرونجاتكم العجينه يعني وشتوها تلصق بزاف، حاولوا تدهنوا يديكم بشويه برك تاع زيت وخدموها نورمال. هنا قسمت العجينه تاعي لاربع اربع قرصات كيما نقولوا. شوفوا تحبوا تقسموها ربعه تحبوا تقسموها لزوز، انا درت اربعه صغار يعني متوسطين ماهمش صغار، واذا حبيتوهم كبار اقسموها لزوز. درتهم في البلاطو اللي يدخل الفور، حطيت له بابي كويسون وغطيت عليه مكا يرتاحوا من با زوز دقائق ولا ثلاثه هيك باش نقدر يعني نحل العجينه تاعي بكل سهوله كيما راكم تشوفوا. نحاول نحل الخبزات تاعي كامل. قلت لكم حبيباتي تحبوا تقسموها لربعة ولا تحبوا تقسموها لزوز خبزات كيما حبيتوا. هنا بعد ما فتحت العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا حبيباتي زدت غطيت عليها وخليتها تتفاعل شويه حتى تضاعف الحجم تاعها كيما راكم تشوفوا بالعين برك راكم تعرفوها. هنا جبت صفار تاع بيضه اللي كنت خليته من قبل، زدت له شويه تاع حليب وشويه تاع خل. الخل راح يخلي لكم يعني يخلي لكم صفار البيض، يعني الريحه تاع صفار البيض تختفي تماما، يعني ما راحش يجي الخبز تاعكم فيه الريحه نتاع البيض. وهنا رشيت شويه تاع سانوج، تحبوا ديروا جنجلانيه ولا تحبوا ديكوريوه يعني هكاك بخطوط ولا بفرشيطه من الفوق، لكم الاختيار يعني انتوما ابدعوا. انا نعطيكم الطريقه وانتوما ابدعوا كيما حبيتوا. وهنا ندخلو للفور باش يطيب، كل وحده والفور تاعها وكل وحده تعرف درجه حراره الفور تاعها كيفاه يطيب. الخبز يحب فور يكون سخون، سخنيه مليح من قبل. وهيك شفتوا كيفاه تنفخ معايا الله الله. وهنا بعد ما طاب حبيباتي شوفوا كنت قسمته وصورته ومن بعد باش نعطيلكم شوفوا كيفاه يجي طري ويجي ايبونج، يعني ديري له هيك يعاود يرجع. هنا بقى المرسو الاخر، شفتوا المرسو هذا اللي في يدي هذا الاخر بعد ساعه ولا ساعتين باش تفكرت بلي ما نعطيلكمش الخبز كيفاه يجي. رحت نجري للكوزينه وعاودت الزيت وصورت لكم كيفاه يجي القوام تاعو ولا كيفاه يجي يعني الخبز تاعنا طري. شوفوا كيفاه يجي مثقب الله الله ويجي خفيف ويجي بزاف بنين. وهنا حبيباتي نمروا للوصفة تاع بطاطا في الفرن مع أجنحة الدجاج ولا أجنحة الدجاج مع البطاطا كيف كيف. شوفوا
هنا جبت 3 حبات بطاطا، يعني جيبي البطاطا على حسب عدد افراد العائله تاعك وقسميها بالطريقه اللي راكم تشوفوا. قسمت الحبه على 2 ومن بعد قسمت البرج هذا ودورت. الطريقه راهي موضحه في الفيديو، شفتوا كيفاه يجيو يعني تجي مبرجه قد قد. شوفوا اي طريقه اللي تقصوا بها البطاطا، نخليوها خشينه هيك باش طيب لنا هي والدجاج كيف كيف. شوفوا الطريقة راهي موضحة في الفيديو حبيباتي. وهنا جبت شوية تاع فلفل حار اللي العيلة تاعها ما ياكلوش الحار تستغنى عليه، يعني هذا البطاطا واجنحة الدجاج يجيو شوية حارين، واللي ما ياكلش الحار يعني يستغنى على الحار اللي درناه كامل. هنا درت شوية تاع ملح في البطاطا تاعي، يعني درت لها غير الملح. شوفوا جبت بيراكس، على الاول كنت درت في بلاطو ومن بعد بدلته ما عجبنيش، جبت البيراكس درت له من تحت بابي الومنيوم ومن بعد درت له بابي كويسون ولا ورق الطبخ، ورق الطهي ولا ورق الطبخ، المهم ورق الطهي نورمالمون. درت له ورق الطهي وحطيت فوقه البطاطا والفلفل كيما راكم تشوفوا. وهنا جبت اجنحه الدجاج تاعي بعد ما نشوطوهم بيان سور ونغسلوهم بالملح والخل المليح، نجيبوهم نديرو لهم الزيت ونديرو لهم الملح ونزيدو لهم لي زيبيس. انا درت ثوم بودر ودرت زنجبيل، درت بابريكا اللي هي فلفل احمر، ودرت توابل الدجاج ولا توابل الشاورما، ودرت فلفل اسود. هذا واش درت فيه لي زيبيس، ودرت ملعقه صغيره تاع لا موطارد. وهنا تدخل اليد، يعني لازم ندخلو يدنا هيك باش نتبلو الاجنحه تاعنا تري تري بيان كامل، يدخلوا لهم لي زيبيس يعني يتكوفراو كامل بهذا لا ماريناد اللي درناها. وهنا السر حبيباتي باش يحمروا لكم اجنحه الدجاج تاعكم ملعقه صغيره من العسل. هذا هو السر باش يجيو حمر الله الله ويجيو مقرمشين، يعني جلده تاعهم هذه الفوق تحمر مليح وتتقرمش. ما تخافوش ما راحش يجيكم حلو، ما راحش يبان خلاص باللي فيه العسل. يعني هذا هو السر باش يجيكم الاجنحه تاعكم ولا الدجاج لي كويس، اي حاجه مام الدجاجه تحبي طيبيها في الفرن زيدي ملعقه تاع عسل. بعد ما فرشت البطاطا تاعي ما على باليش واش بيه التصوير، راهو كيما هكا كان التليفون ماهوش يصور قد قد وانا مانيش فايقه ونخدم، ما شفتش ميم با كيفاه راني نصور، عذرا حبيباتي. المهم راهو باين كلش. هنا حطيت البطاطا يعني فرشتها ونحط فوقها اجنحه الدجاج هيك باش كي يطيبوا راح يهبطوا لي زيبيس هذوك البطاطا، عليها درت لها غير الملح مع الاول. هنا بعد ما كملت كوفريت بالبابي كويسون ودخلتهم الفريجيدار. انا هنا مع العشيه كنت خارجه، قلت خلي نوجدهم هيك باش كي نروح ندخلهم للفور ديريكتومون يطيبوا وهيك راح يتبلوا معانا مليح. وهنا حبيباتي بعد ما دخلتهم للفور وطابوا يعني يديو معاكم من نص ساعة لساعة غير ربع راح يطيبوا زبدة كيما هما كيما البطاطا. نشوفوا يعني ندخلوا سكين بالطريقة اللي راكم تشوفوا كي نلقاوهم طيبين مليح نحيو البابي كويسون هذاك اللي الفوق ونخليهم يحمروا من الفوق كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاه يجيو يشهيو شهيتكم في الجنة حبيباتي.
يجيو بزاف بنان، وكما شفتوا وصفة سهلة واقتصادية وتوجد ثمثم. والاهم البنة، تعرفوني نجيب لكم غير الحاجة البنينة والحاجة اللي تستاهل فامكم. وانا قدمتهم في الصحن كيما راكم تشوفوا. نقسم معاكم تشوفوا كيفاه طابوا الزبدة و يعني لا ماريناد هذيك هبطت على البطاطا وتشربت البنات تاع التوابل هذيك كامل وتاع الدجاج. شوفوا حبيباتي، على بالكم كنت نصور بيد والفرشيطه بيد ما قدرتش، دخلت فيها روس بيدي باش نعتلكم كيفاه طابوا زبده. شكرا حبيباتي على المتابعه. ان شاء الله الوصفات يكونوا عجبوكم ونالوا رضاكم، وان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. السلام عليكم.